من الأمور المهمة أيضاً هي مسألة عدم احترام الكوادر التعليمية والتدريسية وانتهاك حرمة التعليم من بعض الشرائح. إخواني، نلتفت، هذه القضية لا تعني فقط المؤسسات التعليمية، تعنينا نحن جميعاً. لاحظوا إخواني، كلنا كنا طلبة، سابقاً كنا نحترم المعلم والمدرس والأستاذ لذاته، غني فقير، إلى وجاهة اجتماعية ما إلى وجاهة، لكونه معلم. نحترم العلم، نقدس العلم. هذا المعلم والمدرس والأستاذ نحترمه مع قطع النظر عن هذه الأمور العارضة. الآن لا، في كثير من الأحيان من قبل ربما بعض الطلبة أو المجتمع وبعض فئات المجتمع ليس هناك احترام وتقديس للعلم لذاته. قد المعلم والمدرس لأمور تتعلق بمستواه المعيشي والاجتماعي والغنى وغير ذلك من هذه الأمور يحترم لأجل ذلك، وقد معلم ما شاء الله ممتاز في قدراته وغير ذلك لا يحترم لكونه فقير وليس له وجاهة ومكانه ومنزله. قبل لم يكن الأمر كذلك. نحن أيها الأخوة والأخوات بحاجة أن نشعر بقيمة العلم في حياتنا، نحترم المعلم والمدرس، حتى وصل الأمر أن يعتدى على المعلم والمدرس والكادر التعليمي في داخل المدرسة لأسباب غير مقبولة. لذلك يا إخواني هذا شيء يؤدي نتيجة. إخواني، المعلم والمدرس ما يشعر بقيمة العلم، ما يشعر بقيمة القضية التعليمية والمهنة التعليمية، بعد يبقى ما يحترم العلم، ما يحترم عملية التعليمية، لا يهتم بها، لا يكترث بها. لذلك هناك من الأمور والأسباب التي نحتاج نحن مجتمعاً أن نتحرك من أجل أن نعطي للعملية التعليمية وللمعلم احترامه حتى هو يهتم بهذه العملية ويحترم أنه المستوى المطلوب.